تحية لكم متابعي الكرام على قناة الشاشة تيفي، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر. بنواحي سيدي بنور جلسة خمرية تنتهي بجريمة قتل بشعة بجماعة الغربية والجاني رهن الاعتقال. أوردت جريدة الجديدة 24 نقلا عن مصادر عليمة أن منطقة اثنين الغربية بدائرة زمامرة اهتزت على وقع جريمة قتل بشعة في الساعات الأولى من صباح يومه الخميس 3 نوفمبر الجاري بسبب جلسة خمرية بدوار الجعفرة بالنفوذ الترابي لجماعة الغربية بإقليم سيدي بنور. وحسب ذات المصادر فإن 3 أشخاص من أبناء المنطقة كانوا في جلسة خمرية ماجنة بدوار الجعفرة والكائن بالنفوذ الترابي لجماعة الغربية بدائرة الزمامرة. وبعد انتهاء سهرتهم الخمرية في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم خرج الجاني والضحية من منزل رفيقهم الثالث، حيث وقع نقاش بينهما بالطريق تطور إلى شجار، ما جعل الجاني يستل سكينا من جيبه ويسدد طعنات غادرة للضحية سقط على إثرها مغمى عليه مدرجا في دمائه. وفور علمها بالواقعة انتقلت عناصر المركز الترابي لدرك الوالدية إلى مكان الجريمة، حيث تم نقل الضحية على وجه السرعة بواسطة سيارة إسعاف تابعة للجماعة الترابية الغربية إلى المستشفى الإقليمي بأسفي، إلى أن لفظت الضحية أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى. هذا وقامت عناصر المركز الترابي لدرك الوالدية بالإشراف الفعلي لرئيس مركز درك الوالدية وقائد سرية درك سيدي بنور بشن حملة تمشيطية أسفرت عن توقيف الجاني في ظرف وجيز بعد محاولة منه للفرار من منطقة الغربية، وقد تم إيداعه رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة رفقة الشريك الثالث صاحب المنزل.